بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. هذا هو المجلس رقم 65 من مجالس الفقه المالكي بهذا المسجد المبارك، مسجد التقوى، ذراع بن خدام، تيزي وزو، الجزائر. اليوم مع اللقاء 65 مع هذا المجلس نكمل، ولكن بلا تفصيل، خاطر علم الفرائض فيه بزاف امور، حنا نذكروا بعض المسائل والسلام. يكفي ان يكون عندنا فكره حلوه على علم الفرائض، خاص عموما في الفقه عموما وفي الفقه المالكي خصوصا. واشرنا الى بعض الكتب، مثلا اشرنا، تذكرون، الى كتاب المدونه. كتاب المدونه عالجت هذا الموضوع تحت عنوان في المواريث، وكذلك كتاب الذخيرة تحت عنوان في كتاب، قال كتاب الفرائض والمواريث، زادها الفرائض في كتاب الذخيرة الإمام القرافي، وكذلك في كتاب المعونة للقاضي عبد الوهاب البغدادي من الصفحة 1169 إلى الصفحة 1196 باش تشوفوا عليها سهلة. 1100 هذيك 11 باينة، 69 قلبها. إذا نقول لك عالج الإمام القاضي عبد الوهاب البغدادي في كتابه المعونة موضوع المواريث من الصفحة 1000، الجزء الثالث، من الصفحة 1169 إلى غاية الصفحة 1196. قلبها تلقاها سوا سوا. ناقش المسائل المختلفة ذات الصلة بهذا العلم الجليل. الآن نكمل، مادام ذكرنا الذخيرة على سبيل المثال، في الباب السابع العصبات. بعد أصحاب الفروض ذكرناهم، قلنا أصحاب الفروض 12، 8 نساء، 4 رجال، 8 إناث، 4 ذكور. هذه شرحناها. درك نروحوا للكتاب الباب السابع، دار عنوان في العصبات. الصنف الثاني من الورثة، لان 3 الأصناف ديال الورثة. الصنف مزوارو اسمي أصحاب الفروض نشرح يفيد. الصنف والسين اسمي سن العصبات، والثلاثة اسمي سن ذوي الأرحام. العصبات صاحب كيقول جميع فقهاء المالكية ذكروا أنواع العصبات، منهم صاحب الذخيرة كما قلت في الباب السابع. ذكر الصنف الأول اسمي العصبة بالنفس، ذكر العصبة بالنفس، ألف، باء العصبة بالغير، جيم العصبة مع الغير، 3. نعطي الأمثلة باش نبين هذه الأمور. العصبة بالنفس يعني قانص قبات العاصب يموثيون يجاد هكماس، الهكماس يد العاصب هذا كلش، ما يجاد فافاس خلا باباه يدي كلش، كل التاركة يجاد يون ميس نغسين بوراويس. الأبناء من العصبات ما عندهمش فروض مقدرة. أصحاب الفروض عندهم فروض محددة مقدرة في القرآن والسنة، وقد يسعى لكن السدس، الثلث، الربع، وكذاكي وقانصنا أصحاب الفروض. ثرى العصبات الصنف والسين الورثة، وكذاكي يستأثرون بالميراث عند انفرادهم ويرثون الباقي عند وجود أصحاب الفروض. أدفكر مثالين، يون ما يموت يجاد الميس، هذا يوم ميس كلش يرث، يستأثر بكامل الميراث لأنه ابن عاصب بالنفس. يون يموت يجاد فافاس وحدس، ترك أبا فقط، الأب يرث كل التركة لأنه عاصب بالنفس. يموت يجاد فافاس أرثي ورثا كامل. إلا النوع الثاني اسمه العصبة بالغير. أولا العصبة طبعا القرافي
وصاحب المعونة وغيرهم شرحوا ما معنى العصبة، القوة إلى آخره، كما في سورة يوسف: ونحن عصبة إن إذا لخاسرون. إخوة يوسف كي كانوا يتفاوضوا باش يديو خوهم، بعدين باباهم قال لهم خايف يوسف يأكل الذيب. قالوا كيفاش يأكل الذيب ونحن عصبة؟ ما يقدرش. وفي الأخير تعرفوا الحكاية كيف صارت: ونحن عصبة إن إذن لخاسرون. مستحيل الذيب يدنا باش يأكل يوسف. والحكاية بعد تعرفوا تتم نتاعها. يلا بلا ما ندخل في هذه التفاصيل، العصبة بالغير معنى لازم يكون أنثى وذكر، أنثى وذكر. العصبة بالنفس ذكر 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 ذكر. العصبة بالغير لازم يكون أنثى مع الذكر. مثلا لأن 4 البنت مع الابن ميم قراد نفس الدرجة. البنت تتعصب بي، تتقوى بي. الابن بالابن قد يكون أخا شقيقا وقد يكون أخا من جهة الأب، هكذا. وبنت الابن تتعصب بابن الابن، إما في درجتها أو أنزل منها إذا كانت في حاجة إليه، وهذا الذي يسمى بالقريب المبارك. كاين عبارات فقهية حلوة: كاين القريب المبارك، كاين القريب المشؤوم. ما ندخلوش كاع خاطر بزاف مسائل كثيرة بالآلاف، بالملايين ماشي بالآلاف، بالملايين. وإلا حبيت تطلع قول ماشي الملايين، قول بالملايير، لأنه المواريث تستجيب لجميع الاحتمالات الممكنة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهذا وجه من وجوه الإعجاز في علم الفرائض. نناد البنت تتعصب بالابن، فالجميع يرث للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال ربي في القرآن: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلث ما ترك إلى آخره. البنت الابن يلي سنميس تتعصب بابن الابن، وابن الابن قد يكون أخا لها، قد يكون ابن عمها. إما ذيلي ذي ميس ذي كماس غادي ذي ميس عميس منطقيا. فلا الأخت الشقيقة والتماس تشقيق، الأخت الشقيقة تتعصب بالأخ الشقيق، والتماس أتثكي أتسند ريكماس الأخت الشقيقة بالأخ الشقيق. والأخت من جهة الأب والتماس سفافاس تتعصب بالأخ من جهة الأب، كماس سفافاس ماشي شقيق، كماس سفافاس. إذن هذه هي 4 حالات، 4 نساء: البنات وبنات الأبناء والأخوات الشقيقات والأخوات من جهة الأب. والقاعدة التي تطبق على الجميع هي الآية القرآنية: للذكر مثل حظ الأنثيين. تفرع. ثم السادة المالكية ذكروا ما يسمى بالعصوبة مع الغير، مع ماشي بي، العصوبة مع الغير. هنا كاين أنثى مع أنثى، أنثى مع أنثى، هكا باش نميزوا بيناتهم. أنثى مع أنثى، ثمطوط وسمطوط. وهناك حالتان فقط ساهلين: الأخت الشقيقة والتماس تشقيق، والأخت من جهة الأب. ولكن الأخت الشقيقة زيد معها فرع وارث مؤنث، يعني فا واو ميم، إما تكون بنت أو بنت ابن مهما نزلت. أتيلي ذي الليس وين يموثن دائما حنا كي نذكروا دائما النسبة تعود دائما إلى المورث باش ما نغلطوش. كي نقولوا البنت معنى بنت المورث، كي نقولوا أخت معنى أخت المورث، كي نقولوا معنى أم المورث، وهكذا. إذن الأخت الشقيقة مع
الفرع الوارث المؤنث إما تكون بنت أو بنت ابن للمورث يساوي أخ شقيق إرثا وحجبا، أي ترث ما يرثه الأخ الشقيق وتحجب ما يحجبه الأخ الشقيق. يون ما إلا يموت إيجاد ولد، إيجاد يليس، إيجاد ولتماس. يليس البنت ترث النصف لانفراده وعدم وجود عاصب. الأخت الشقيقة ما نقولوش ترث النصف، لا لا، نقول ترث الباقي تعصيبا لعصوبتها مع الفرع الوارث المؤنث بين قوسين البنت، فصارت في مقام الأخ الشقيق إرثا وحجبا. متفقين؟ كيف الحالة الثانية في السنة الأخت لأب والتمس بافاس مرثيلي كي تكون مع فرع وارث مؤنث البنت أو بنت الابن، كيف نفس المعادلة، أخت لأب زائد فرع وارث مؤنث يساوي أخ لأب إرثا وحجبا، تصير مثل الأخ لأب إرثا وحجبا، أي ترث ما يرثه وتحجب ما يحجبه. لذلك في مجال الحجب ممكن نقول لك مسألة: مات شخص وترك زوجة شفاو عليها وبنت ابن شفاو عليها يلي سنميس، وترك أختا شقيقة أخت شقيقة، وترك أخا من جهة الأب، يعني خوه من جهة الأب. طبعا ما كاينش سبورة، صافي تصوروا برك كيفاش نقسموها. كم ترث الزوجة؟ أشحال ورث مطوثيس؟ الثمن لوجود الفرع الوارث، خطر لا بنت الابن. بنت الابن كم ترث؟ النصف لانفرادها وعدم وجود معصب ولا حاجب. الإجابة الصحيحة قد يذكر، لأن بنت الابن مما ممكن أن تحجب. صافي الجواب الصحيح تقول ترث بنت الابن السدس النصف فرضا لانفرادها، السبب الأول، وعدم وجود عاصب، والسين السبب الثالث وعدم وجود حاجب. الأخت الشقيقة هذا ثلا والتمس تشقيق الدينيض أتورث الباقي تعصيبا أمكن دجماس شقيق. شو نقول لك طريقة سهلة؟ كي تلقى الأخت الشقيقة مع الفرع الوارث المؤنث، الأخت الشقيقة باري عليها هك وكتب قدامها أخ شقيق باش ما تغفلش، صارت بالقراد برتبة الأخ الشقيق. إذن في هذه المسألة مسألة تاقي والتمس تشقيق أتساوي أين ديقران أتنحسب أماكن وين يموثن إيجاد جماس شقيق، نعتبرها أخا شقيقا لأنها تعصبت مع الفرع الوارث المؤنث فصارت في مقام الأخ الشقيق إرثا وحجبا. كي نجيو الوارث الرابع اللي هو الأخ من جهة الأب إجماس بافاس، ذا شادنيني إجماس بافاس تحجبيث والتماس بوين يموثن. لو كانت توقفها نقول لك راك غلطان زيد، ما تحجبوش ولكن كاين سبب ادينيض وهماس بافاس تحجبيث والتماس بوين يموثن تشقيقث، خاطر مثل لا يذس يلي سنميس ثوغال نتساث اماكن ديماس شقيق، صافي كماس شقيق يزوار كماس بافاس. هذا هو التبرير. نقولوا الأخ لأب محجوب حجب إسقاط لما بمن بالأخت الشقيقة التي تعصبت مع الفرع الوارث المؤنث وهي بنت الابن، فصارت في مقام الأخ الشقيق إرثا وحجبا. والأخ الشقيق كما نعلم يحجب الأخ لأب عن طريق الترجيح بالقوة القرابة. الأخ الشقيق يتصل أو يدلي بالميت المورث بقرابتين، أما الأخ من جهة الأب بقرابة واحدة.
هو علم الفرائض الدقيق جدا. في ياك الفقهاء المالكية نزلتنت وكذا، هذا اختيار كان اختيار مادام هذا الحلقة الأخيرة في الفرائض الجزء الثالث. نروح حتى الباب 11، تجاوزت أبوابه، نغد الباب السابع في العصبات 7 ثورة تجي كويض، روح الباب 11. الباب 11 في العول، هذا هو العنوان في العول. السادة المالكية ذكروا أول عول حصل، قالوا لم يحصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر الصديق، ولكن حصل في عهد عمر الفاروق لحكمة أرادها الله. زمان عمر بن الخطاب بزاف مشاكل فراها هو، والله غير بزاف مشاكل فراها عمر بن الخطاب، فراها يفري فرياه. ذكرت هذا المصطلح قصدا، والعقاد كتب عليه بهذه اللغة باش ما نهضروش على عمر الخطاب، خاطر يأخذ الحديث عن العمر بن الخطاب الفاروق حديث طويل ومهم. عمر الفاروق في عهده ماتت وحدة، وتركت أختين شقيقتين وتركت زوجا. هذا ما كان ثموت مطوث سجاد رقازيس سجاد سنث يستمس شقيقين. أم بعد كيفه ثمثم دار حسابه، لو كان نعطي المثال باش يتضح المقال. فرضا إذا كان اللي ماتت خلات 60 خروف، مادام قريب العيد نحطوا على الخير، اللي ماتت خلات 60 خروف أصيل. كي يجي الزوج نعطيولو شحال يرث الزوج؟ النصف ولا لا؟ أعطيولو برك النصف للزوج 30، النصف 60 30. اتصوروا معايا الزوج دا 30 خروف وراح بيهم فرحان، ما نقولش فرحان خاطر ما تزوجتو، نقولوا دا 60 خروف، دا 30 خروف. أم بعد هو خرج وجاو زوج أخوات في 30، يقول لك احنا شحال نديو حنا كأخوات؟ تقولوا ربي قال لكم تديو ثلثين، يعني دو تيير. شفاو على يا اخي ربي اللي قال، الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قال. يقول لك اعطينا ما هو ثلثي 60؟ 40. ثلثي لي دو تيير نتاع 60 نتاع 60 هي 40، لأنه 60 في 2 يساوي 120 مقسومة على 3 يساوي 40 خروف. منين نجيبوا 10؟ على بالك ما يخرجوا لك شي، يقول لك تجيب ربي عطانا 40 انت عطاش تعطيت لنا 30، ها وتلقى مشكله. ربي في كاس انت 40 الشيء غلط انت في 30، هذا واش بقى؟ لو كان العكس يجيو الاخوات هما اللي يسبقوا، هاو 60 خروف لهيه ديال الكوري ناضو داينين، هاكي يسمس الكوري الداينين. يقول لك اعطينا واش عطانا ربي؟ دو تيير نتاع 60 ثلثي 60 40، هما يديو 40 يروحوا، شحال بقى؟ 20. هما خرجوا داو 40 خروف، يجي الزوج يقول لكم اعطى لي ربي 60، اعطى لي ربي 30 النصف، اعطيو لي 30 خروف. نقولوا له هاك 20، يقول لك علاه؟ نقول هذا واش بقى؟ صافي المشكل كاين لحسن حظنا
هذه المسألة حصلت في عهد عمر. وعلى بالكم هذه نقول لكم شفاو عليها بزاف مسائل صارت في عهد الصحابة باش هما يفريوها. من نهار اللي ماتوا الصحابة لدرك ما كانش حتى حاجة جديدة. هذه خطيرة وحلوة. سكوسم يموت الصحابة فرنا كثيرو فياك ذي الحسابات اللي بروبابيليتي وكذا كذا كل شيء فرا. النوادر صرات. لو كان كاين وقت ونحكيو نعطيوكم نماذج، نعطيوكم كاش مثلا 1000 مسألة لازم واحد يوسع خاطرو. 1000 مسألة كل مسألة عندها سي كاركتيرستيك، عندها خصائص نتاعها. قلت شوف واش صرا واش صرا واش صرا إلى آخره. وسبحان الله عمر بن الخطاب هو أيضا احتار تحير واش قال لهم. هناك عبارات، كاين عبارة يقول لا أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر. مانيش عارف أشكون اللي قدموا ربي شكون اللي وخروا. الرواية اللي جابوها السادة المالكية أخرى وهذه ما فيهاش حرج. يا إما عمر بن الخطاب قال هذه وقال هذه، يا إما تعرفوا هذا الشيء في علم الحديث وكذا بلا ما نفصلوه. واش قالوا مع عمر بن الخطاب؟ لا أدري من قدمه الكتاب، القرآن الكريم. لا أدري من قدمه الكتاب باش أنا نقدمه. لو كان على بالي نقدم نسبق في الزوج ولا نسبق في الأختين أنوا زويرة ضيون ورزري غارة أنويك زوار نوايض ذي القرآن ذي كتاب ولا أخره وزري غانويك زوار نويك وخر باش تجاضين قالوا. وبعدين ما بقاش برك هنا يحتار وطرح الإشكال بعد عطى الحل مقترح. واش كيفاش قالوا عمر بن الخطاب؟ قالوا ولكن معنى درك يعطوا لهم الحل في فراث يبو ياسن دوهور من بعد يفكا ياسن تيفراث ماشي يبو ياسن وهور يغليد نتسيوفا ياسن تيفراث. يا اخي قرني مزوره ولا شو هور ورنساي في فراث. بعد واش قال عمر بن الخطاب؟ قال ولكن قد رأيت ولا ثمغليو رأيا سغيون الرأي فإن يكن صوابا فمن الله عز وجل. الرأيقينو ما يقم الحمد لله ضربي ولا نروارس، وإن يكن خطأ فمن عمر. تحبس كان دي أما كنا نقارن ما وقما الحمد لله ما سقصر استغفر الله باش كتزرم باللي أمك التوافق إناس. ولكن قد رأيت رأيا فإن يكن صوابا فمن الله عز وجل وإن يكن خطأ فمن عمر. واش دار؟ أنا درك علم الرياضيات يخبط يمشي. قال لهم أعيلوا المسائل، أعيلوا المسائل. من هنا جاء العول، وكلمة العول يراد بها الزيادة، يراد بها الزيادة. طيب كقولي أو الارتفاع أو العلو، كقولك مثلا الزيت على الماء. كي تخلط الماء مع الزيت شكون يطلع؟ الزيت. خلط الماء مع الزيت يطلع الزيت. وكي تقول عالت القضية إلى المحكمة العليا، أعلت يعني رفعناها للمحكمة العليا سنرفع. إذن هذا من حيث اللغة. سيدنا عمر بن الخطاب إذن قال لا أدري من قدمه الكتاب باش هو يقدمه ولا أخره باش يوخره. قال لك فأؤخره يعني يوخره. وبعدين بعدما ذكر إشكال العول هذه الزيادة معنى مجموع السهام زايدة على أصل المسألة. عالت مجموع سهام الورثة على أصل المسألة. أصل المسألة هنا 6 ولكن عالت إلى 7.
عمر بن الخطاب أعطى الحل: إنيس ولكن قد رأيت رأيا فإن يكن صوابا فمن الله عز وجل وإن يكن خطأ فمن عمر. ثم حكم بالعول. فرها لنا، شوفوا كيفاه عمر الفاروق حل إشكالا أول ما طرح في عهده لحكمة أرادها الله. ثانيا أنه لقى الحل للإشكال نتاع العول. اتفقنا، ولكن كاين إشكال آخر: كيفاش دير تحصر جميع الأصول بالنظر إلى الفروض المقدرة، إلى مقامات الفروض المقدرة. كيف تلقاها؟ أنش يا أخي ذكر النصف في القرآن، النصف 1/2، المقام 2. ذكر الثلث، ولا بهذيك اللغة اللي درناها إما نقولوا عن طريق الترقي أو عن طريق التدني. الترقي الارتقاء أو التدني. إذا بديناها بطريقة الترقي نقول الثمن ضعفها، نرتقي. الربع ضعف ضعفها النصف، ان huitième، ان quart، ان demi، هكا. إلى هبطنا نقولوا النصف نصفها الربع، نصف نصفها الثمن. إذا كان في النوع الثاني ولازم نقسموهم هك، نحتاجها إما نحتاجها في العلاقات، علاقة التباين، علاقة التداخل، علاقة التماثل، هذيك العلاقات اللي ذكرناها فيما سبق، ولنا لا نعود الآن بعد حين بشكل مختصر عند السادة المالكية. زيد. وكان طريقة كيف بالنسبة للنوع الثاني اللي هو نقولوا السدس، وبعدين ضعفها الثلث، ضعف ضعفها ثلثان. هذه كلها ذكرت في القرآن الكريم، كلها ذكرت، وهي المقامات أو هي قصور وأنصبة أصحاب الفروض المقدرة كما شرحنا. طيب، إذن العول قدر الله عز وجل لحكمة أرادها أن يقع أول عول في عهد عمر بن الخطاب الذي حكم بالعول. والأمر نفسه نقوله عن جميع المسائل ذات الخصوصية حصلت في عهد الصحابة لحكمة أرادها الله، باش الصحابة هما يلقوا الحلول لجميع البشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن علم الفرائض يستوعب جميع الاحتمالات الممكنة في دنيا الناس، وهذا وجه كبير من وجوه الإعجاز. في غادينيغ يقدر ربي سبحانه ثلث يوكي ظرانت زمان الصحابة فرانت، والحمد لله فرانت. وبعدين مسألة أخرى: ما هي الأصول التي تعول والتي لا تعول؟ هذه عالجها السادة المالكية، صاحب المعونة القاضي عبد الوهاب، ولا صاحب الذخيرة الإمام القرافي، ولا وردت أيضا في المدونة بشكل مختصر، وكما وردت أيضا في كتب السادة المالكية. طيب، وبعدين عالجوا ذكرونا الأصول التي تعول. طبعا كما اتفقنا نقول بعض المسائل ما نقدروش نفصلوا في هذه المسائل على وجه الإطلاق. هذه الحلقة الجزء الثالث في الفرائض، نختار الأصول التي تعول طبعا 6 و12 و24. نبدأ بالأصل 6، هذه تقبل العول، أما الأخرى لا تعول. الأصل 2 3 4 8 هذه لا تعول، لا تقبل عولا. لو كنت تلقى العول فاعلم بأن هناك خطأ في الفرائض في الفريضة. ولكن أما الأصول الأخرى 6 12 و24 هذه قابلة للعول للزيادة، يعني عند اجتماع مجموع السهام يكون هذا المجموع أكبر من أصل المسألة. نعطي مثال:
ماتت امرأة تركت زوجا جدار قزيز وأخت شقيقة وأخت من جهة الأب، ثم تمطوث في جدار قزيز أكد ولتماس تشقيقث أكد ولتماس سباباس، نقسموا المواريث. الزوج يرث النصف لعدم وجود الفرع الوارث، الأخت الشقيقة ترث النصف لانفرادها وعدم وجود حاصب ولا حاجب. أما الأخت من جهة الأب ترث كم؟ السدس تكملة للثلثين. هذه اللي حليناها في المجلس 64 ولا قبل عن طريق المعادلات ذات المجهول الواحد في علم الرياضيات، لأن الآية القرآنية ذكرت النصف وذكرت الثلثين ولم تذكر السدس، فكان مجهولا النصف زائد س مجهول يساوي 2/3 عن طريق إعمال قواعد المعادلة ذات المجهول الواحد نوصل إلى السدس. لذلك نقول في علم الفرائض ترث الأخت لأب السدس تكملة للثلثين. اتفقنا؟ يلا، ما هو أصل المسألة إذن؟ 6. اكتبوا 6 الفوق. الزوج يرث النصف، نصف 6 يساوي 3. الأخت الشقيقة ترث النصف، نصف 6 3. الأخت لأب ترث السدس، سدس 6 1. نجمع 3 زائد 3 يساوي 6 زائد 1 يساوي 7. صافي المسألة عالت من الأصل 6 إلى الأصل 7. ولكن العلماء في هذاك الوقت كي يجمعوا حصروا كاع المسائل، وهذه مسألة ليست بسيطة باش تقولها بصيغة الحصر، ما تقدرش، ماشي سهلة. ربي اللي يوفقهم. قال لك الأصل 6 يعول شفعا ووترا فردا وزوجا، يعول إلى 7، يعول إلى 8، يعول إلى 9، يعول إلى 10 فقط. معنى لو كان تلقى العول أكثر من 10 يعلم بأنك أخطأت. في كذلك مهمة جدا. إيمانك كانت تزرده طرق لك ذي الصواب ناقلك تغلظوظ نغتشظوظ. أما الأصل 12 يعول 3 مرات فقط، وترا لا شفعا، فردا لا زوجا. يعني الأصل 12 يعول إلى 17 ولكن فردا لا زوجا، يعني يعول إلى 13 إلى 15 إلى 17 فقط. يعني لو كان دير مسألة وتلقى 12 تعول إلى 16، شوف وين غلط، تلقى الخطأ وحدك. وهذا أيضا وجه آخر من وجوه الإعجاز. لو كان كاين سبورة كبيرة لازم نديروا المناسخة. طبعا المناسخة ممكن نديرها في 10 أمتار، 10 مترات في الطول وبالك 10 مترات في العرض. كاين مسائل وحقيقية، مسائل المناسخات. بالمناسبة يموت واحد، والله غير نقول لكم هذاك النهار جاتني قضية كان عندها القرن و80 سنة من نهار اللي مات جدهم الأول. القرن و80 سنة. وقتاش فريناها في ديسمبر 2024. واضح وموجودة. القرن يعني 180 سنة ما قسموش الميراث. هذه ظاهرة. أما أنت 40 50 60 سنة هذه عادي. لو كان ضرب كيما حنا رانا هنا نسقسيو أي واحد نقولوا وقتاش مات جد باباك، يقول إيه هولهيه. أما قسمت التاريخ يقول لك ما قسمناهاش. سورتو خيال التراب الأمور الأخرى تتقسم، المنقولات الدراهم وكذا، ولكن أخيال حاجة عجيبة. لذلك كل ما يطول المدة كل ما عدد الورثة يكبر.
مؤخرا في ولاية من ولايات الجزائر لقينا 350 وارث، 350 وارث. وطبعا عند الاجتماع يعني شغل هذاك مؤتمر ماهوش. وبعدين شوف الخيوط بيناتهم كيفاه. هذه المناسخات، والمناسخات أصعب أنواع الفرائض، حتى أن اللوجيسيال اللي يخدموا به لي نوتير الموثقون يخدموا بلوجيسيال برنامج لا يستجيب لهذه إطلاقا. يستجيب لبعضها لا ننكر، ولكن لا يستجيب لهذه المسائل المعقدة جدا. لو كان وقت نحكي لكم علاش هذه الظاهرة موجودة عندنا، موجودة في الجزائر، موجودة في البلدان الأخرى، ولكن احنا موجودة بشكل متميز. خاطر يقول لكم ما تقسموش خاوة خاوة، بقاو خاوة خاوة ايه، وتكبر الدعوة تكبر تكبر تكبر. النهار اللي يريحوا باش يقسموا التركة روح لقى لها الحل. وكاين من بعض اللطائف احيانا يكون تراب لا يستجيب لعدد الورثة، كيفاش يقسموه؟ لازم نستعين بقواعد التخارج. كاين صور للتخارج مع انطلاق هذا مسفغا باش كلني السنفعني يسمولاش وثيد صح المتر وسنة المتر إلى آخره. هذا ذكرنا مثال على الزوج. مثلا امرأة ماتت وتركت زوجا وتركت أما وتركت أختين شقيقتين. ثم تموت تجد درقازيس تجد يماس تجد السنة يستماس. أرقازيس هذ يوي النصف، يماس تساوي في 6 السدس. وقلنا الأم ترث السدس في حالتين: عند وجود الفرع الوارث مطلقا للمورث، وعند وجود جمع من الإخوة والأخوات مطلقا. والأختان الشقيقتان عندهم الثلثين، 2 على 3. أصل المسألة 6، الزوج نصف 6 3، الأم سدس 6 1 ولا 4. والأختان الشقيقتان عندهم ثلثي 6، 2 تير نتاع 6، معنى 6 في 2 مقسوم على 3 يعني يساوي 4. كي يجمعوا 3 نتاع الزوج 1 نتاع الأم ولاو 4، زائد 4 نتاع الأختين ولاو 8. إيه صافي الأصل 6 يعول إلى 8. المسألة الأولى عال إلى 7، المسألة الثانية عالت 6 إلى 8، وهكذا. أكتفي بالمثالين. نروح للأصل 12. الأصل 12 يعول إلى 17 فقط، وترا لا شفعة، يعني إلى 13 إلى 15 إلى 17 فقط. ثقيق فراوها. نعطيه مثال: مات رجل وترك زوجة ثمطوثيس، وترك أما، وترك 3 أخوات شقيقات. إجا ثمطوثيس يماس 3 يستماس في شقيقين. ثمطوثيس تورث ثيس 4 الربع لعدم وجود الفرع الوارث مطلقا. والأم ترث السدس لوجود جمع من الأخوات، والجمع يتحقق هذا الوصف يطلق على 2 فأكثر. نعم. تصحب كلامك. شكرا على الاجتهاد. من اجتهد وأصاب فله، ومن اجتهد عندك أجر اجتهاد. أعيد: الزوجة ترث الربع لعدم وجود الفرع الوارث مطلقا، والأم ترث السدس لوجود جمع من الأخوات زوج، والأختان عندهم الثلثين لتعددهما وعدم وجود عاصب ولا حاجب. أصل المسألة كم؟ أصل المسألة 12 لوجود علاقة التباين بين مقامي الزوجة ومقام الأخوات، خاطر 2 تير 3 هذا عدد فردي، عدد زوجي، العلاقة بينهما علاقة تباين، وعلاقة التباين تقتضي ضرب هذه في هذه. 3 في 4 يساوي 12. أصل المسألة احنا شرحنا فيما سبق
طرق استخراج الأصول، أصول المسائل. يلا صافي 12 الفوق. نبداو بالزوجة. الزوجة ترث ربع 12. شحال يساوي؟ 3. الربع 12 يساوي 3 أسهم نشفاو عليها، 3 سهام. الأم عندها السدس. السدس 12 2 صافي 3 زائد 2 هي 5. أما 3 أخوات يديو ثلثي 12. معناتها 12 في 2 يساوي 24 مقسوم على 3 يساوي 8. كي نجمعوا 7 مع عفوا نجمعوا 5 مع 8. الزوجة عندها 3، الأم عندها زوجة وهما 5. كي نزيدوا نصيب نتاع الأختين 8. 5 زائد 8 يساوي كم؟ 13. نقولوا المسألة عالت من الأصل 12 إلى الأصل 13. معنى مجموع سهام الورثة أكثر من أصل المسألة. طيب الآن نروحوا بلا ما نكثر من المسائل، نروحوا الأصل 24 وهي ذكرها السادة المالكية، ذكروها. يعني حاولت نختار الأمثلة اللي ذكرها هما، يعني ماوش منهم، يعني أشرحها فقط. كي وصلوا الأصل 24، الأصل 24 قال لك هذا يعول عولا واحدا. سي با فاسيل تقول هذا الكلام. عول واحد، كاع لي بروبابيليتي دو موند، جميع احتمالات الدنيا تقول لا مرة واحدة فقط. اللي بغى يقول العكس يقول. قال لك مرة واحدة إيه وترا لا شفعا من 24 إلى 27 فقط. 24 كي مري لي أصل المسألة أن دريالي أذ يوض كان 27 ذي قيم ذين ذايا كان يون العولي قلنا. وسبحان الله صارت هذه في عهد علي بن أبي طالب. هاو فرينا نتاع عمر وابن عباس وزيد بن ثابت كل واحد واش. الآن وصلنا لعلي بن أبي طالب في الكوفة. اسمي لنسيد الخليفة راح باش يصلي الجمعة. يا أخي هو اللي يخطب، هو اللي يخطب، يدير خطبتي الجمعة. وحدة مرأة واحد الراجل قال لك ما هو مات، جات زوجته الأرملة قالت له مات زوجي يموت ورقازي تركني أنا، يعني ثمطوثيس، وترك أبا يجد فافاس، وترك أما يجد يماس، وترك بنتين زوج بنات سنة يسيس. أشحال نورث؟ هو راه في طريق، ما عنده كالكولاتريس باش يحسب، ما عنده ولا شيء في الحساب الذهني. ديجا مسألة العول فراها عمر بن الخطاب، فراها بدا يدير حسابه. يقول الزوجة ترث الثمن والأب يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا لوجود الفرع الوارث المؤنث. الأم ترث السدس ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. وتفاهمنا بالولد لفظ مشترك ينسحب على الذكر والأنثى. صافي ثمطوثي تساوي 8 بابا سديوي في 6 مع شو ديقورن في كمل تعصيبا. يماس أتورث في 6 والبنتان سنتي 6 يورثوا الثلثين. والآية تعرفوها 2 على 3. متفقين؟ كمل. أصل المسألة كام؟ 24، لأنه كاين الثمن مقام الكسر نتاع النصيب نتاع الزوجة 8، وكي نروحوا مقام نتاع الأب والأم السدس 6. والعلاقة بين العدد 8 والعدد 6 هو علاقة
ما هي العلاقة؟ سموها المالكية في المصطلح الموافقة، لأنه كما قلنا هذيك نتاع الحجب إسقاط وحجب النقل مصطلحات خاصة بالمالكية. وما قالوش التوافق، الموافقة. ما قالوش التباين، قال المباينة. ما قالوش التماثل، قال المماثلة. يعني السادة المالكية اختصوا عندهم مصطلحات خاصة بهم، والمعنى هو المعنى لم يتغير. إذن 8 و6 علاقة توافق، نأخذ الوفق 8 مقسوم 2 يساوي 4، الناتج مضروب في مقام الكسر الثاني، 4 في 6 24، أو العكس، 6 مقسومة على 2 يساوي 3، 3 مضروبة في 8 كيف 24. إذن أصل المسألة 24. نروحوا الزوجة كم ترث؟ الثمن 24 كم ترث؟ 3. شفوا عليها 3. الأب يرث السدس 24، معنى 4 صافي 3 زائد 4 يساوي كم؟ 7 زائد الباقي تعصيبا إن وجد ولا يوجد. الأم كم ترث؟ السدس، سدس 4 سدس 24 هي 4 صافي 9 7 زائد 4 يساوي كم؟ 11 يا خكا. نروحوا للبنتين، البنتان عندهم الثلثين. ما هو ثلثي 24؟ لا 16 16 صافي 11 زائد 16 يساوي 27. صافي المسألة عالت، والحمد لله الإمام علي رضي الله عنه على بال يدرك الآن الطرق الحسابية. المسألة عالت، صارت في عهد عمر كما قلنا أول واقعة. أمشي يخدم من بعد إوالة الزوجة السائلة ثمطوثي في استقسام ناس كم أرث شحال حقي هنا الثمن، يبان الثمن ما ثورث 3 سي 24 ثمن 3 من أصل 24 هو الوان هو الثمن. ولكن بعد عول المسألة ولا تورث 3 من 27. إذن 3 بارابور 27 شحال ولا؟ 1 على 9 النافيام سي النافيام 9. صافي خلاص. يقولوا المؤرخين اللي فهم نتاع الفرائض قال لك في المنبر جاب الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا، وبعدين وإليه المآل والرجع إلى آخره، بدأ يجيبها خطبة بالسجع نتاعها كلش. وبعدين بعث لها كما دائما نقول لكم ميساج SMS، قال وصار ثمن الزوجة 9. معنى يا الزوجة اللي سقساتني أنت كنت تدي ثمن 1/8 في 8 ضرك لا ولات 1 على 9. فهي فهمت باللي تدي 1 على 9 لأنها تدي 3 من أصل 27. وبعض العلماء يقولون بعض الحاضرين انتبه، ماشي كل الناس فاهمينه، واش دخل هذه في هذه وصار ثمن الزوجة 9. شكون اللي يفهم؟ هذا لغز فهمته هي لأنها صاحبة السؤال، وفهم من فهم أنه يقصد الآن دخل في مادام ذكر الزوجة وصار ثمنها الوان معنى لا يكون هذا إلا عولا. بعضهم انتبه إلى رسالة الإمام علي بن أبي طالب وفهم المقصود والمراد. إذن هذه حكاية العول، وهذه أوردها السادة المالكية في كتبهم. نختار نروح الباب الثاني. ذكر عنوان كما القرافي مثلا دار عنوان في الكسور ومخارجها. الكسور راح مباشرة ذكر العلاقات وسي لوجيكا في لا ميثودولوجي المنهجية. والله غير أهم حاجة في العلوم كلها حاجة اسمها المنهجية.
لا ميثودولوجي مهمة. لما كاش منهجية لن تتحكم في أي علم من العلوم، لا في الاركيتكتور، لا في علم العمران، ولا في البيولوجيا، ولا في لا ميديسين، ولا في الرياضيات، ولا تبقى تقرا وخلاص. ولكن المنهجية مهمة. لذلك اقتضت حكمة الله أنه يعطي المنهجية للأنبياء. الأنبياء عندهم منهجية ولا لا؟ الآية لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هم مؤيدون بالوحي، مؤيدون من الله، ولكن أيضا يحتاجون إلى اتباع المنهج الذي به يبلغ الرسالة على أكمل وجه، وما على الرسول إلا البلاغ. لذلك علماؤنا كي وصلوا لهذا الباب الثاني كما فعل القرافي صاحب الذخيرة، هذا الكلام في الذخيرة ماهوش في الفروق. في الفروق حاجة أخرى، في القواعد الفقهية. قال لك اذكر العلاقات. كيفاش سماها هو؟ المماثلة. احنا ذكرناها فيما سبق التماثل، علاقة التماثل. اذكر المداخلة بمعنى التداخل. اذكر الموافقة معنى التوافق. اذكر المباين معنى التباين. وبدأ يعطي أمثلة علمية مبينة لهذه العلاقات، مع إبراز كيفية التعامل مع هذه العلاقات في حل مسائل الميراث. بعدين الباب 12 أنا خليت شحال أبوابه من الباب الثاني ورحت مباشرة الباب رقم 12. نقول لكم ما نفصلش في هذا الموضوع. أولا فصلنا فيه الحمد لله في مسجد أبي على الزواوي بالمدينة الجديدة تيزي وزو، وإن شاء الله مازال حلقة واحدة نختموا علم الفرائض إن شاء الله تعالى. فصلنا فيه إلى حد كبير، ماشي ذا كلش لأنه ما نقدروش نديروا كل شيء، وتبقى من بعد الباقي بعد ما الإنسان يكون عنده القواعد يكفي، يقدر يتصدى لجميع المسائل التي يستحدثها الإنسان وتستجد في حياة الناس. لعب ميكس القواعد ذي الفرائض ذي العلماقي الذي أمرنا بتعلمه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول تعلموا الفرائض وعلموها الناس. علم الفرائض ذاقي مادام ساد القواعد يسهل الحال. أكن دوسات مسالت أصدفض ثفراث. يلا إذا تجاوزنا العديد من الأبواب، نروح الباب رقم 12 نركز هنا على الذخيرة. ولهذا الباب ما يشبهه الأشباه والنظائر في الكتب الأخرى. تعرفوا ايش قال؟ عنوان شوية واعر، أنا خفت منه كي قريت هذا. قال في حصر مسائل الفرائض. حنا نقولوا كيفاش تحصرها؟ شكون اللي عنده كوراج يجيب عن هذا السؤال في حصر مسائل الفرائض؟ ولكن نستمع هنا، لازم الكوراج. أقول ما قاله القرافي. وقد علمت، راه يقول بالك تقرا وعلمته. كي يستخدموا هذه اللغة الفقهاء يعتبروا باللي القارئ استوعب وفهم. فهمك؟ يكون في كولا بيبري هكا. وقد علمت معنى يبني كلامه على أساس علمي يفترض أنه محصل، وإلا لا يقول هذا الكلام. معنى يا شي قار بريباريفوه كيف ديما نقول أشو دينا. وقد علمت أن أصول المسائل 7. يا أخي أصول المسائل 7، 2 3 4 6 12. تسوغيو عونتي 2 3 4 6 8 12 24. هذه هي أصول 7. يقول وقد علمت أن أصول المسائل 7، 3 تعول وما ذكرهاش اسمها، قالها له يعني شكون التي تعول؟ هي 6 و12 و24 كما شرحناها. وبعدين واش يقول؟
هنا أرجو أن أي واحد منكم فاهم الكلام يرفع يده. والسبعة مشتملة على 58 مسألة. أنا لازم نخلي وقت 10 دقائق للتفكير. لازم تخرجوا لنا ماشي 58، خرجوا برك 30 ولا 40. هو يقول صافي درك الآن القرافي درنا الامتحان. والسبعة يعني 7 مشتملة على 58 مسألة. 58. نروح الآن ندير كامل الاحتمالات من دخول الأصول. كمل. تنحصر في 368 صورة، وهذه توصلك باش تجيب 368 صورة. أرجو أن يطرح هذا السؤال على طلبة العلم الشرعي، خاصة من أهل الاختصاص في علم الفرائض. قال سؤال، روحوا للدار 2 3 شهور جيبوا الجواب. يجوز التشاور، يجوز كلش. استخدم الاورديناتور، الاعلام الالي، استخدموا اسمه هذا اللي يدور في الانترنت، اسمه هذاك اللي يجاوب، الذكاء الاصطناعي. ايوا سيدي، يا الشباب اللي راهم هنا يا خالكم تقول الذكاء الاصطناعي، يلا سيدي. وهذا السؤال مطروح، نطالبكم به ان شاء الله في شهر اكتوبر الجاي. عندكم شحال شهور؟ 5 شهور ولا؟ اللي يلقى الجواب يجيبوا لنا. قال الإمام القرافي: وقد علمت أن أصول المسائل 7، والسبعة مشتملة على 58 مسألة، تنحصر في 368 صورة. إذن المطلوب هو الاجتهاد في تحصيل هذه المسائل 58 مع تحصيل 368 صورة. وهذا الحصر في حد ذاته وهذا التقييد بالعدد إبداع كبير واجتهاد كبير جدا من السادة الفقهاء رحمهم الله. طيب، لا نجيب عن هذا السؤال الآن، إنما هذا يترك للاجتهاد. سنلتقي إن شاء الله في فرص من أجل معرفة المحاولات. كل يوم هذه يخمم وهذه يحزب وهذه والي يخمم كل بروبابيليتي، مع جواز الاستعانة بالإنترنت وبالذكاء الاصطناعي. يستخدموا أي شيء يعني من أجل فقط الوصول إلى هذا الرقم، وسننظر فيه جميعا إن شاء الله في وقت لاحق. من بعد الباب الرابع، الإمام القرافي ذكر ما يسمى بتصحيح المسائل. في تصحيح المسائل متى نلجأ إلى تصحيح المسائل وجبر المسائل؟ عند وجود الانكسار. تنكسر المسائل تحتاج إلى جبر. يعني مثل الرز أتنجبر أكي قاضى جبار أتنجبر نكون نقارون يتداوين سيزيك طريقة نيزيك ولاش رانيستيزي ولاش لا تخدير لا والو، يسميها جبار. هكا هذه رزيون بعد الشر هذه راسها جبار تداوي باش متورا القرايه ثم السني لا ميديسين وكذا الزيك كيخدمن. ولا هذه المسألة حينما تنكسر تحتاج إلى تصحيح أو تحتاج إلى جبر. هذه المسألة عالجها الإمام القرافي تحت هذا العنوان، وله شبيه أيضا هذا العنوان في الكتب الأخرى المالكية. ولكن واش قال الإمام القرافي؟ قال الانكسار على فريق، وبعدين تناول الانكسار على فريقين، وبعدين الانكسار على 3 أصناف، لأنه كل هذا حاصل. ترز المسألة. أضربك مثال: مات شخص وترك زوجة وابنين وبنتا، يموتي ونجا تمطوط في جدس ورويس ذكور، يعني
إيجادي تقشيشت. الزوجة ترث الثمن. طيب الابنان مع البنت يورثوا الباقي تعصيبا، صح؟ الباقي تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين. أصل المسألة 8، الزوجة ترث الثمن 8 يعني 1، بقي كم؟ 7. يوزع على الابنين والبنت. كيف نوزعوه؟ على 5. علاش 5؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. سين وراش 2 أبناء ولا 4، والبنت عندها 1 صافي ولاو 5. ناخذ عدد السهام المتبقية نقسموها على 5. نزمر نفضوا 7 على 5 بلا الفاصلة بلا لا فيرغول، نزمر مجموع الأسهم كي نقسموهم 7 لا تقبل القسمة على 5 إلا بفاصلة، لازم تكون لا فيرغول يساوي 1 فيرغول، وهذا لا فيرغول غير مقبولة في هذا المستوى. في هذه المرحلة الفاصلة أو الكسر لا يقبل في هذه المرحلة من حل مسائل الفرائض، لا تقبل. وقد عللنا هذا فيما سبق. يلا ماذا نصنع؟ نقول هناك انكسار على مستوى طبقة واحدة. طبقة الواحدة ناخذ عدد الرؤوس المنكسر عليهم شحال، نضربه في أصل المسألة بين قوسين. إذا عالت المسألة نضربه في عول المسألة كما في المسألة الأكدارية. طبعا هذه المسألة لازم لها سبورة، لا يمكن أن تفهم هكذا، لازم لها سبورة. إذن إما تصحح المسألة بأخذ يعني عدد الرؤوس المنكسر عليه يضرب إما في أصل المسألة أو في عولها. ذاك ما دام ما فيهاش عول، 5 مضروبة في 8 يساوي كم؟ يساوي 40. نأخذ عدد الرؤوس المنكسر عليهم الذي صحت به المسألة فنضربه في السهام تاع كل وارث حسب الأصل القديم. الزوجة عندها 1 في 5 يساوي 5. اللي بقى ذوك 7 مضروب في 5 يساوي 35. 35 تقبل قسمة على 5 يساوي 7. لكل ابن 7 في 2 يساوي 14. أما البنت عندها 7 في 1 يساوي 7. والمسألة فراتو. هذه المسائل عالجها السادة المالكية، منهم الإمام القرافي في الكتاب المذكور تحت عنوان في تصحيح المسائل. طيب الآن في الخاتمة نقول نرجع إلى لمزيد من التفصيل والبيان نرجع إلى كتب الفقه عموما وكتب المالكية خصوصا لاستيعاب مسائل الميراث. أكتفي بما ذكر في هذا الجزء الثالث في مجال المواريث، وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله.